اول ما ياه! كلمني في التليفون قلت له انت عارف انا عندي كام سنه؟ انا داخله في ال 73. اقول للناس اللي هم حاسدين وبيقولوا ازاي وخدت، انا اقول لهم ما تاكلوش رز، ما تاكلوش مكرونه، اعملوا رياضه، خدوا بالكم من نفسكم، لما تشوفي واحده حصل لك حاجه في وشك صلحيها. الناس فاهمه انك بتعملي ده لانك بتاخدي حاجه وبتعملي، لا، انت بتساعدي روحك من اول صح. يوم. بصوا يا جماعة، الناس الدغري دي كانت مع لميس الحديدي وقالت كلام بصراحة يتكتب بمية الذهب. ناس كتير انتقدوها لأنها قالت إنها ممكن تتجوز رغم إنها عدت ال70، بس ردها كان صاروخي. وقالت بمنتهى الثقة: أنا ما خفتش، ومن أول يوم قلت له أنا عندي كام سنة، مش فارق معايا رأي الناس. وبعدها وجهت رسالة جامدة جدا لكل الناس اللي بتحاسب غيرها على شكلهم أو عمرهم أو قراراتهم، وقالت: خدوا بالكم من نفسكم، العبوا رياضة وبلاش رز ومكرونة. بصراحة بقى أنا عجبني تفكيرها جدا. الست بتفكر بحرية، شايفة إن العمر مش رقم، وإن الأهم إن الإنسان يفضل محافظ على نفسه وعلى طاقته وعلى حبه للحياة. وهي فعلا عايشة زي ما بتحس، مش زي ما المجتمع عايزها تعيش. وده يمكن سر قوتها، إنها عمرها ما مشيت في السكة اللي الناس عايزاها، لكن دايما ماشية في السكة اللي هي شايفاها صح. الناس الدغيدي دي مش بس مخرجة جريئة، دي ست عندها فلسفة حياة تستحق الاحترام. قولوا لي بقى، هو العمر فعلا مجرد رقم، ولا في سن معين المفروض نوقف عنده الحلم؟